في فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل من نص كيلو لحمة مفرومة، بس وجبة فخمة جدا وفي نفس الوقت طعمها حلو واقتصادية، مش مكلفة زي ما بنشتريها من بره. هي الكفتة السويدية، كفتة ايكيا اللي ولادنا غالبا بيحبوها وبيطلبوها لما بنروح ايكيا. سهلة جدا وبسيطة بس تستاهل، هي فعلا مختلفة عن اي طريقة كفتة عملناها قبل كده. طاسة سخنة فيها معلقة زبدة، هنزل ببصلاية تكون مفرومة ناعم بس مش معصورة. هشوح البصلايه دقيقتين، مجرد تشويحه بس مش تحمير، بصل مش يتحمر، يتشوح بس يتشمع كده. هنزل بربع معلقه صغيره ملح وربع معلقه صغيره فلفل اسود. طبعا انا هحط الكفته فيجيتار فهراعي موضوع الملح لان الفيجيتار بيبقى فيه ملح. نص كيلو لحمه مفرومه هنزل عليه بيضه، كيس فيجيتار، معلقه قشطه او معلقه كريمه طبخ، والبصل اللي احنا حضرناه مع بعض ويكون بارد طبعا. هقطع الكفتة كلها حجم واحد، وبعد الخطوة دي لازم احتفظ بيها في الفريزر مدة لا تقل عن ساعة، عشان طبعا الكفتة طرية بسبب الحاجات اللي انا ضفتها لها، فعشان ما تفصلش مني وانا بحمرها في الزبدة. هنا ما تحطيش زبدة كتير عشان حاطين طبعا زبدة في البصل، هحط نص معلقة زبدة بس. الزبدة هنا في الوصفة دي مهمة، بتدي تيست مختلف للكفتة دي وللنوع ده بالذات. حمرنا الكفتة كلها في نفس الصينية، هننزل بنص كوباية او ربع كوباية دقيق حسب سماكة الصوص اللي انت محتاجاه. نحمر الدقيق كده يعني تشويحتين، اكنك بتعملي بشاميل في نفس الزبدة ونفس الصينية، عشان ده سر الصوص البني اصلا بتاع الوصفة دي. بعد كده هنزل ربع لتر لبن وهقلب كويس، هتحسي ان الصوص تقل شوية، ومعلقه كبيره صويا صوص. عندك شوربه او مرقه ممكن تضيفي، ما عندكيش عادي مش مشكله. نزلت هنا بنص كوبايه كريمه طبخ او نص علبه زبادي وعليها معلقه قشطه. الصوص ده كريمي وتحفه، وفعلا وصفه متميزه جدا وتستحق التجربه. الصوص طعمه حلو جدا والكفته طريه قد ايه وهشه وخفيفه، وعلى فكره عملت لي كميه كبيره. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وشير.